تركي يونس صالح رئيس مختارية مخيم حسن شام يثري. بالنسبة للصحة بمخيم حسن شام يثري تحت الصفر، ولا وجود للصحة بالأخص بأزمة كورونا، وما موجود الصحة، ما متواجدة نهائيا تحت الصفر، وبالأخص بأزمة كورونا لا موجود حجر، لا موجود علاج، لا موجود أي طاقم طبي داخل المخيم. والمخيم بحاجة إلى الصحة بشكل عام، يعني حتى المنظمات الأخرى لا وجود لها، الوجود لمؤسسة برزان الخيرية فقط. أما باقي المنظمات الصحية أو تعليمية أو جميع المنظمات الأخرى لا وجود لها، فقط مؤسسة برزان الخيرية متواجدة خلال هاي الأزمة. وبالنسبة للصحة المطلوبة المخيم من الناحية مرض كورونا أولا، ومن الصحة الباقية، يعني حالات ولادة يصير عندنا حالات حرق لا سامح الله، حالات جروح خطيرة، يعني إلا على الإسعاف، والإسعاف إذا ودى مريض طلع على أربيل ما يرجع هذا المريض الحالة الثانية اللي تصير بالمخيم يرسلها. فاحنا نرجو من الجهات المسؤولة أن يوفرون للمخيم صحة، وبالأخص للحالات النسائية تحديدا، الولادة ورعاية الأمومة الحوامل، وللحالات الضرورية توفير خبراء داخل المخيم ولو معاون طبيب على الأقل. والصحة طبعا بالنسبة للعلاجات أيضا ما متوفرة نهائيا. أيوة يروحوا ما كان مرض وينطونه حبايتين طرستون، يجون ساعتين من 10 الصبح أو 10 ونص إلى 12 يعزلون يروحون، هذا وإلى ثاني يوم الساعة 10 الصبح.